ها يا حلوين، وحشتوني كتير. كل سنة وانتوا طيبين. رمضان كلها أيام وهنبدأ بإذن الله. بمناسبة رمضان والعزومات الكتير اللي بتكون موجودة عندنا، أنا عملت لكم ليمون المخلل، ليمون معصفر بطريقة سهلة جدا جدا، وأسبوع بالظبط أو 10 أيام وهتاكلوه. طعمه تحفة، ملحه مظبوط، طعمه يجنن ولذيذ لذيذ لذيذ وسهل أوي. أنا جبت ليمون، دول 5 كيلو ليمون. عشان البرطمان بتاعي كبير، انت تقدري تستخدمي الكميه اللي انت عايزاها بحسب المقاس اللي عندك. اول حاجه اغسله كويس جدا، وهجيب كل ليمونه وهقسمها بالنص، 2 في 2. لازم تبقى 4/4، بس ما توصلوش للاخر خالص، بس قبل الاخر بشويه لازم تكون الليمونه ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين كده، من عند النقطه اللي فوق اللي بيبقى فيها الفرع بتاع الشجره، وابدا افتح الليمونه. ليمون اصفر ويكون حجمه كبير. بعد ما فتحته 4/4 هبدأ احطه في حلة، وهحط عليه مية وهنغليه على النار. لازم يغلي شوية عشان يبدأ يطرى معانا والمرارة اللي فيه تروح، ونبدأ نجهزه للتتبيلة. هجهز له التتبيلة واقول لكم كده. الليمون هبدأ احط عليه مية، اغطي الليمون، لازم المية تغطي الليمون خالص، وهغطيه واحطه على نار وسط. هياخد نص ساعة او تلت ساعة، يعني انتي ما يستويش يتهري معاكي، بس المهم يبقى طري، الليمونة تبقى طرية. ده لو انتي عايزة تستويه بسرعة، يعني تكليف بعد اسبوع او 10 ايام على طول. لو عايزة المدة بتاعته اطول، مش مستعجلة عليه، هتسويه بالظبط نص ساعة او يعني اقل شوية صغيرين. ياخد يعني غلوتين على النار، مية تغلي كده وتقلب مرتين وخلاص. لو عايزة سريع زي ما انا قلتلك، انا حطيت هنا كوباية عصفر وكوباية حبة البركة وكوباية ملح، وقلبتهم مع بعض كويس جدا عشان نبدأ نحشي بيه الليمون. وده الليمون لما انا حطيته على النار، بصوا استوى ازاي. ده السوى اللي انا عايزاه، يكون طري وتعرفي تمسكي الليمونة تلاقيها بتتحرك معاكي سهلة. هبدأ اطلعه في مية ساقعة متلجة، وعلى طول. انا ما استنيتش عليه يبرد بصراحة، المفروض تستني عليه يبرد عشان تعرفي تحشيه يعني. انا عملته على طول. هاخد كل واحدة ليمونة والبرطمان بتاعنا يكون نضيف ومعقم، وهبدأ اخد واحدة واحدة واحط جواها شوية من العصفر والحبة البركة والملح. انا حاطة ملح خشن بيكون طعمه احلى وبيظبط طعم الليمون. والمهم ان يكون الخلطة في الاربع يعني واصلة في الاربع اجزاء بتاعة الليمونة. وهتبدأي ترصيه صف جنب بعض، وما بين كل صف وصف هنحط رشة فلفل احمر ورشة جزر. انا بشرة جزر ومقطعه شرايح فلفل شطة. لو انت مش عايزاه حراق ممكن تستغني عن الفلفل الشطة، بس هو بصراحة بيديله طعم حلو ومش بيكون حراق، بيديله طعم حلو ولون حلو. مفيش بجد اسهل من الطريقة دي. هتاكلي ليمون مخلل يجنن، وكفاية ان احنا عاملينه في البيت ونضيف وعارفين كل المكونات بتاعتنا من البيت. بصي الليمون بعد اول طبقة ليمون رشيت شوية فلفل وكمان شوية جزر. شكله اصلا وريحته من دلوقتي تجنن. هبدأ بقى اعمل الطبقة التانية والتالتة لحد ما اوصل لاخر طبقة. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. انا كده خلصت كله، وحطيت الجزر وحطيت عليه على اخر طبقة خلاص الجزر، وحطيت شوية فلفل على الوش علشان بيستوي طعمه حلو، بيخلي طعمه حلو، وبيحمي كمان ان المخلل يحصل له اي حاجة او يعفن او كده. الشطة طبعا مادة حافظة. دلوقتي هجيب شوية من المية اللي احنا سوينا فيها الليمون، المية اللي احنا سلقنا فيها الليمون، هاخد منها شوية واحط عليها مية سخنة عادي من الكاتل، مية مغلية. وكمان هحط بقى شوية من الخلطة اللي انا حشيت بيها عشان اظبط الملح بتاع الليمون. انتي برضو دوقي المية عشان تتأكدي ان الملح بتاعك مظبوط. وهحط على البرطمان، هفضي فيه لحد ما يغطي الفلفل خالص. احنا مش عايزين حاجة ما يكونش يعني المية ما تكونش واصلة في جزء، انا عايزة كله يكون متغطي كويس جدا. وبعدين هبدأ انزل بالمعلقة كده كويس، اتأكد ان كله المية ما فيش هوا وما فيش اي حاجة. وهغطي الوش بزيت. هحط طبقة زيت كويسة جدا
علشان ما يبقاش في اي حاجة باينة ولا اي حاجة يتعرض لها هوا ولا يحصل اي تعفن ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. هجيب كمان كيس بلاستيك، الكيس بتاع التلاجة، وهقطعه بنص وهغلف بيه البرطمان. هحطه فوق على الوش وهقفل بالغطا علشان اتأكد ان مفيش اي هوا هيدخل خالص للمخلل بتاعي. وده طبعا تعمليه في كل انواع المخلل الحركة دي عشان تضمني ان هو ما يعفنش منك ولا يحصل فيه اي حاجة وحشة. انا بالظبط بعد 10 ايام فتحت عليه وكان طعمه يجنن بجد يا جماعة، حلو قوي. بس سويت شكل الكيس كده من الجنب عشان يبقى شكله حلو وما يبقاش منكوش وبس كده. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم ويعجبكم ان شاء الله، واوعدكم ان طعمه هيبقى تحفه 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 ومش هتسيبي منه ولا واحده، وكل اللي هياكله عندك هيتجنن منه. اشوفكم في فيديو جديد وفي وصفات جديده، استنوني. ما تنسوش لايك وشير على قد ما تقدروا. يلا باي.